السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. تخيلوا أن الهدنة الهشة التي وقعت في اليمن، الهدنة الهشة التي عاشتها الجبهات لأسابيع، تخترق فجأة بمحاولة تسلل عسكرية حوثية، وتتحول هذه اللحظة إلى لحظة إنذار مبكر. تخيل أن كل هذه التحركات الحوثية شمال تعز ليست مجرد تمويه، بل الشرارة الأولى لعد تنازلي قد يقود إلى مواجهة عسكرية موسعة. اليوم كل الأنظار تتجه إلى المملكة العربية السعودية، لأن أي تصعيد هنا لن يبقى فقط داخل اليمن، بل قد يفتح صفحة جديدة من الحرب، قد تمس أمن المملكة العربية السعودية وأمن حدود المملكة. فما الذي يحدث بالضبط في تعز؟ وهل بدأ العد التنازلي للحرب؟ لحظة حاسمة على جبهة كرش في محافظة لحج. كانت القوات الحكومية على موعد مع اختبار عسكري جديد، محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية مسلحة، لكن الرصد المبكر والجاهزية العالية كان كفيلين بإفشال الخطة تماما. العملية انتهت بسقوط مجموعة من الجنود في كلا الجانبين، وخاصة في صفوف المهاجمين، فيما فر من تبقى منهم تحت وابل نيران القوات الحكومية دون أي خسائر تذكر في صفوف الجيش اليمني. هذا الحدث أيضا لم يكن معزولا أيضا في الشمال، تحديدا في جبهات تعز. كشفت مصادر ميدانية عن تحركات غير معتادة للحوثيين في هنا كما ترون في الخريطة، في محاور عصيفرة والزنوج والخمسين. هذه التحركات أثارت حالة من الاستنفار، خاصة أن التجارب السابقة أظهرت أن الجماعة غالبا ما تفتعل نشاطا في جبهة محددة للتمويه، بينما يكون الهدف الحقيقي في جبهة أخرى. بمعنى آخر، نحن أمام مؤشرات لتصعيد جديد قد يفتح على أكثر من جبهة. لكن الأهم من هذا وذاك، والأهم من هذه التحركات العسكرية الحوثية والهجمات المباغثة، ما هو دور المملكة العربية السعودية في كل ما يجري؟ خاصة أن الصحافة اليمنية قد أعطت اهتماما بالغا لهذه التحركات العسكرية الحوثية، وعلى رأسهم المشهد اليمني، والذي وصف هذا الخبر بعنوان استعدادات لغزو تعز وتحركات عسكرية نحو محافظة جنوبية. لماذا تهم كل هذه التحركات المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية في البداية هي الضامن الأساسي لاتفاق الهدنة الهش الموقع بين الأطراف اليمنية، والمملكة العربية السعودية أيضا تعتبر أن أي خرق في الجبهات أو أي حرب تشتعل هناك لن تبقى محصورة في اليمن فقط، بل ستنعكس مباشرة على الأمن السعودي، وخاصة أمن الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأيضا على استقرار الملاحة في باب المندب وفي البحر الأحمر. وهذا ما يفسر الاهتمام السعودي الدائم بمتابعة أدق تفاصيل الميدان من لحج إلى تعز وحتى أبعد من ذلك. لكن أيضا نجاح القوات الحكومية في طرد هذه أو هؤلاء المهاجمين وفي منع هذا الاختراق أيضا يرسل رسائل مهمة جدا، سواء من الداخل اليمني أو حتى من المملكة العربية السعودية، الدولة الداعمة للحكومة الشرعية. أولى هذه الرسائل أن الحكومة اليمنية والجيش اليمني قادر على إفشال أي محاولات هجومية واختراقات من الحوثيين، وأن هناك جاهزية عالية لهذه القوات برعاية سعودية. ثانيها أن التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية يحقق نتائج عسكرية واضحة وملموسة على الأرض. ثالثا، الحوثيون رغم محاولاتهم المتكررة يواجهون بالفعل صعوبات في تغيير موازين القوى، طالما أن خطوط الدفاع متماسكة والدعم السعودي والإقليمي حاضر. هذا التصعيد في الحقيقة قد يتطور إلى مجموعة من الأشكال، إما عبر محاولات تسلل محدودة لاستنزاف القوات الحكومية، أو عبر فتح مجموعة من الجبهات المتزامنة، وذلك لتشتيت الدفاعات للجيش اليمني. وفي كل الأحوال تظل المملكة العربية السعودية أيضا عاملا حاسما في كل ما يجري،
فالمملكة لن تسمح لا بتهديد حدودها ولا بتهديد أمنها، ولهذا تعمل ليل نهار على تنسيق جهودها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية مع قوات الجيش اليمني. ما جرى في لحج وتعس ليس مجرد اشتباك فقط عسكري وهجوم حوثي غادر، بل جزء من مشهد أكبر تتداخل فيه الحسابات العسكرية والأمنية والإقليمية. ومع تصاعد هذه التحركات يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن أمام تصعيد واسع ومتوسع وسوف يعاد مرة أخرى بنفس الوتيرة وستتدخل المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، أم أن يقظة القوات الحكومية المدعومة سعوديا ستكون كافية لإفشال هذه الهجمات دون الحاجة إلى تدخل سعودي مباشر؟ هل يسعى الحوثيون إلى تفجير الوضع داخليا وإشعال الحرب على جميع الجبهات الآن، خاصة لمحاولة لفت انتباه المملكة العربية السعودية إلى أن الحرب اليمنية والأزمة اليمنية لم تنتهي رغم هذه الهدنة الهشة؟ هل يحاول الحوثيون جر اليمن إلى حرب جديدة قد ربما تبعدهم نسبيا عن الحرب مع إسرائيل، وبالتالي محاولة التركيز على الجبهة الداخلية بدل التركيز على الجبهة الخارجية الإسرائيلية التي يبدو أنها استنزفتهم وبقوة، استنزفتهم ماليا سياسيا عسكريا، خاصة الضربات الآن العسكرية الإسرائيلية التي بدأت تركز على استهداف قادة حوثيين بارزين. وكنا قد رأينا خلال الأيام القليلة الماضية كيف أن إسرائيل هدفت إلى مهاجمة قيادات حوثية بارزة وتعمدت إصابة هذه القيادات، وكان بالفعل قد رحل الرهوي وغيره من الوزراء والمسؤولين ومجموعة كبيرة جدا من القيادات الحوثية التي رحلت إثر الضربات الإسرائيلية. هل من منظور عسكري يرى الحوثيون أن تفجير الجبهات هو أقرب حل لهم وأسهل حل لهم للتركيز على الأقل من الناحية الإعلامية على الحرب الداخلية بدل التركيز على الحرب الخارجية مع إسرائيل، والتي ربما يرون فيها أن فيها ضررا كبيرا جدا ولا يستطيعون طبعا مقارعة القوة العسكرية الإسرائيلية خاصة القوة الجوية، والتي يبدو أنها بالفعل قد حققت أهداف كبيرة جدا داخل اليمن وداخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ودمرت البنية التحتية المدنية والبنية التحتية العسكرية ومخازن السلاح، بل وأصبحت مخترقة استخباراتيا، وأصبح يضرب كبار القادة السياسيين والعسكريين، ورأينا ذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية. فهل تفجير هذا الوضع هو اختيار حوثي استراتيجي من أجل طبعا لفت الانتباه عن المعركة الكبرى؟ أعزائي المشاهدين، يبقى هذا السؤال من حقكم أيضا أن تجيبوا عليه في التعليقات. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.